تقوم شركة نتفليكس بالإنتاج المتنوع لكل الأفلام الشاذة على صعيد عالمي وتدعمها بقوة، وهي ليست أفلاما إباحية، إنما يتم التطبيع في قالب درامي رومانسي أو اجتماعي أو حتى في قالب حربي ونضالي أو بإثارة حركية. وكذلك منصة أمازون برايم وآبل تي في. وكما هو معروف انتشار هذه المنصات في العالم كله ومن ضمنه العالم الإسلامي، ولكن لا ينافس أحد منصة نتفليكس في حجم الإنتاج وتنوعه، فهي من المروجين الأوائل لهذه الفاحشة الشاذة، وهي الذراع الإعلامي والفني لإخوان قوم لوط. ومن أقبح ما أنتجته هذه المنصة اللعينة فيلم الإغواء الأول للمسيح، الذي أطلقته بمناسبة احتفالات أعياد الميلاد سنة 19 و2000، حيث يصور المسيح مثلي الجنس ووالدته السيدة العذراء مدمنة للحشيش. ومن القنوات الداعمة للشذوذ قناة DW الألمانية الناطقة بالعربية، وهي قناة حكومية ودائما ما تأتي بنماذج عن مثليين من بلدان عربية وإسلامية، خاصة اللاجئين، لتعرضهم على قناتها بغية الترويج لهذه الفاحشة. من أساليب النشر وأدوات الترويج استهداف المحتوى الموجه للأطفال كأفلام الكرتون. حتى الأطفال لم يسلموا من شرورهم، فقد تعهدت كيري بورك رئيسة المحتوى الترفيهي بشركة والت ديزني خلال اجتماع لمدير الشركة عبر منصة زوم بأن نصف شخصيات الأعمال القادمة للشركة على الأقل ستكون من المثليين جنسيا، كما أكدت أن الشركة يجب أن تكثف جهودها لتقدم محتوى للجميع. وأعلنت عن أول شخصية كرتونية تمارس الجنس أو تنجذب إلى الذكور والإناث معا، تلبس في الأعلى مثل الأولاد ومن الأسفل مثل البنات. كذلك من أساليب وأدوات الترويج والنشر الألعاب، فإضافة إلى إدخال الألعاب في الترويج للمثلية، وجد أن من أسوأ هذه الألعاب دوما لول LOL التي تجمع عددا من المفاسد، فغالبها مثلا تأتي من نوع اللعبات المفاجأة التي يشتريها الطفل وهو لا يعرف أيها سيظهر له. كذلك هي مصنوعة بشكل تكون فيه البنات والصبيان متزينين جدا بكمية كبيرة من مساحيق التجميل، وأشكالهم كأشخاص بالغين حجمهم صغير، تفاصيل الجسد واضحة في ذلك، ويفترض أن هذا يجعلهم لطيفين. وجزء كبير منهم لباسهم فاضح جدا، جزء كبير منهم من النوع الذي يغسله الأطفال بعد خلع ملابسه، فتظهر على جسده ملابس داخلية شكلها لا يناسب أن يراه الطفل أو وشوما تغطيه، وجزء كبير منها يروج الشذوذ بوضوح في شخصيات لا يمكن معرفة ما إن كانت صبيا أو بنتا. كذلك القصص المصورة التي تحوي ترويجا للشذوذ للأطفال الصغار، وهي الفئة المستهدفة ولها سن بداية تعلم القراءة. وكذلك من أساليب النشر والترويج وسائل التواصل الاجتماعي، ويرى الشواذ والمروجون للشذوذ من وسائل التواصل تربة خصبة لهم ينشرون فيها فجورهم ويتعرفون ببعضهم ويطرحون قضاياهم بخبث ومكر، وهذا النشاط يلقى دعما من تلك المنصات نفسها. كذلك من الأدوات والوسائل الرياضة،
وذلك من خلال رفع علم المثليين في المباريات أو بإقامة مباريات دعما للمثليين. ومؤخرا أطلق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على الجولتين 13 و14 من الدوري جولات دعم المثليين. كذلك الأزياء، فقد أعلنت ماركة الأزياء شيئا عبر حساباتها على انستغرام عن دعم المثليين عن طريق إصدار ملابس بألوان العلم الخاص به.